السلام عليكم. اظن كل شيء في خبرو ديك الخرجه اللي دارها عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الاسلامي في الجزائر، واللي قال فيها بان يعني قضيه الصحراء قد حسمت، وان الضغوط على الجزائر قويه، وان المشكل خصو يتحل، وان الحكم الذاتي قابل للنقاش وممكن يكون كحل. وقلت انا في واحد الفيديو بان مقري ما خرجش من عنده، واخا داروا له داك السيناريو نتاع انهم حاصروه، ما خلاوش يمشي لقطر، ما خلاوش يدير المظاهرات، رغم داك الشيء هذاك السيناريو داروه ليه باش يعطيو واحد الصوره ديال المعارض، عادوا يدفعوه يقول هاد الهضره هادي، ديك الهضره اللي قال. علاش؟ لان الضغوط الامريكيه نازله عليهم بالمعقول، وعارفين صافي، عارفين قضيه الصحراء تحسمات. وداك الشيء علاش تلقوا هذا عبد الرزاق مقري يقول هذه الهضره، وكانه انقلب 180 درجه على المواقف اللي كانت عنده، وكان السيد يلاه فهم، رغم انه كان فاهم من قديم وعارف اللعبه كامله، ولكن كان غادي مع العسكر. علاش اليوم تقلب؟ يعني ما تقلبش من عنده. وحنا نعرفوا بان لا يمكن ان يجرؤ جزائري كيفما كان نوعه او مستوى او قيمته باش يقول الصحراء مغربيه، لا يمكن، لان غادي يجني على حياته. هذه معروفه في الجزائر، لا يمكن شي واحد يقدر يقول الصحراء مغربيه، ولا يقول هذا مشكل الصحراء واش عندنا. ما يقدرش ينتقد قضيه الصحراء مقدسه عند الجزائريين بواحد الشكل خطير. فما يمكنش يخرج عبد الرزاق مقري اليوم ويقول لنا هذه الهضره. وما يلا البارح قتلوا ولد الطاف ما عقلوش عليه، غادي يقتلوه باي طريقه، يقتلوه صافي، والمجتمع ما عنده ما يدير. والملف ديال الاغتيالات عند الجزائر كبير، الا تزاد عليهم واحد كاع ما يهمهمش، هما غارقين ديجا. ودعا عبد الرزاق مقري لواحد النقاش مجتمعي كيقول ما بين المغاربه والجزائريين، واللي خلاني نرجع لهذا الموضوع هذا واحد الخرجه ديال وليد كبير، دار واحد الفيديو كيدعو نقاش مجتمعي، وقال بان شي مغاربه ما عجبهمش الحال، وقالوا احنا ما غاديش نناقشوا قضيتنا الوطنيه، اللي يناقشها هما الجزائريين. وبالفعل انا من جانبي كنقول للسيد وليد كبير، رغم كل الاحترام الذي نكنه لشخصك، وانك رجل معقول ومنطقي وانسان فهم اللعبه ومقتنع بمغربيه الصحراء، ورغم كل داك الشيء نقدروا مواقفك اكسترا، ولكن هنا ممكن نختلفوا، ممكن نقاش مجتمعي يفتح، ولكن ماشي مغربي جزائري او لا مغربي. النقاش يفتح جزائري، لان المشكل عند الجزائر مش عند المغرب. الجزائريين هما اللي خص يناقش عندهم الموضوع باش تصلح الاخطاء اللي لصقات في العقل الجزائري، يعني تعاد البرمجه تاع الشعب الجزائري حول قضيه الصحراء. اما المغاربه مقتنعين بان ارضهم وصحراءهم، ولا يمكن يناقشوها مع شي واحد كاع، ماشي مع الجزائر ولا مع امريكان ولا مع المغاربه، ما يناقشوها حتى مع واحد. المغاربه حسموا موقفهم لا رجعه فيه، يعني اللي مطروح عليه النقاش المجتمعي والشعب الجزائري، وهي القياده الجزائريه وما الاحزاب الجزائريين. وهنا عجبني وليد كبير قدم واحد الدعوه للجزائريين، السياسيين الجزائريين او رؤساء الاحزاب الجزائريين، وقال لهم دخلوا تشوفوا الواقع، دخلوا الصحراء المغربيه باش تشوفوا الواقع، باش ننطلقوا من الواقع. وهذه دعوه حنا كمغاربه نوجهوها لكاع القياده الجزائريه، كاع الاحزاب الجزائريين، بما فيهم الدوله. يجي حتى جهاز الدوله ديالهم يزور الصحراء المغربيه، ما كاين حتى مشكل، باش يطلعوا على الواقع والحقائق كما هي. اما يفتح نقاش جزائري مغربي، فهذا على مستوى الدوله المغرب من بكري هو كيطرح هذا الموضوع بكري، والمغرب كيقول اجي نجلسوا اطابل ونناقشوا المشاكل اللي كاينه.
والمشاكل اللي كاينه عارفينها بان ماشي هي قضيه الصحراء، المشكل هو قضيه الصحراء الشرقيه، وهذا الواقع. باش الجزائريين ولا المغاربه يفهموا الموضوع ماشي هو قضيه الصحراء الغربيه، هذه من المسلمات. المشكل هو قضيه الصحراء الشرقيه، والصحراء الشرقيه راه بدات حتى هي الملف ديالها بدا يدخل النقاش. وهذه الورقه اللي صيفطها وزير الداخليه الفرنسي للمغرب ماشي مجانا، تا هو راه صيفطها للمغرب لان راه طالب الود ديال المغرب. داكشي علاش فضح الاتفاقيه ديال دوغول مع الهواري بومدين حول المهاجرين والتجارب النوويه، وقال لهم علاش دارت. يعني هذه ورقه اعطيت للمغرب بعدا باش يعرفوا الجزائريين بان القضيه حسمت بعدا في قضيه الصحراء المغربيه، ونحن نناقش الصحراء الشرقيه. الا بغاو يناقشوا معنا الجزائريين نفتحوا نقاش مجتمعي، نفتحوا حول الصحراء الشرقيه ماشي حول الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه حسمت لا رجعة فيها، نناقشوا حول الصحراء الشرقيه. هذا وي نقدروا نفتحوا نقاش مجتمعي مغربي جزائري باش الجزائريين تصح عندهم الاخطاء اللي ورثوها، اللي دخلها لهم العسكر في دماغهم، انها الصحراء الاراضي اللي حرروها ما ورث على الاستعمار. هذا المبدا نتاع الاراضي الموروثه على الاستعمار خصو يلغى من عقول الجزائريين. يعرفوا بان ديك الارض واخا تحررت ماشي هما اللي حرروهم بوحدهم، راه كانوا مغاربه هما حرروا الجزائر، وما حرروش الجزائر باش تستعمر ارضهم، حرروا الجزائر باش يتحرر الجزائر والمغرب، ماشي باش الجزائر تستولي على اراضي مغربيه. وهنا غادي تفتح نقاش مجتمعي مغربي جزائري. انا داكور نقولوا نناقشوا معكم قضيه الصحراء الشرقيه، اما الصحراء الغربيه لا تناقش بالنسبه للمغاربه. المغاربه كيناقشوا البناء والتنميه والصحراء الشرقيه، المغاربه اليوم كيناقشوا المناطق العازله ما خصهاش تكون. المغاربه كيناقشوا الدفاع على ارضهم باي ثمن كان، ما يناقشوش الصحراء الغربيه. يناقشوا معك العيون والدخله، ناقشوا تيندوف، بني والنيف، كولوم بالشار، حصي بيضاء، ناقشوا قناصه، ناقشوا هذه المناطق. هذه نفتحوا نقاش مجتمعي. وإلا فتحنا نقاش مجتمعي يخص الناس ديال تيندوف وهذه المناطق هما اللي غادي نناقشوا معاهم، لان هذوك النهار اللي كانت فرنسا دارت الاستفتاء ما شاركوش في الاستفتاء وقالوا حنا مغاربه، فخصهم هما اللي يتناقش معاهم وبدون ضغوط. ويقينا بانهم غادي يقولوا حنا مغاربه وباغيين نرجعوا للمغرب، وما غاديش يبقاو في الذل مع دوله استعماريه. وهذا اللي ممكن نناقشوه. وإلا كان السي وليد كبير مثلا بغى يدعم هذا النقاش اللي طرحوه مثلا لعبد الرزاق النقري، نقولوا لعبد الرزاق النقري اننا مستعدين نقاش مجتمعي مغربي جزائري على الصحراء الشرقيه، على الصحراء الشرقيه ماشي على الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه مغربيه ولا نقاش فيها. وإلا ما تفتحش هذا النقاش مثلا مجتمعي كما قال ما بين المغرب والجزائر حول الصحراء الشرقيه، غادي يفتح حول الصحراء الشرقيه وغادي يفتح حول صحراء ليبيا. هو حفتر بدا ينادي، بدا يهضر على الحدود ديالو الحقه، حتى هو ما يامنش بحدود الاستعمار. حتى الليبيين غادي يطالبوا باراضيهم، وبالتالي غتنوض تونس تطالب باراضيها، وتنوض مالي تطالب باراضيها، وتنوض النيجر تطالب باراضيها، لان كاين واحد العدد كبير ديال الاراضي المقتطعه من طرف فرنسا اللي ضمت للجزائر. وهذا اللي خص الجزائريين يفهموه ويهضموه ويامنوا به، يقولوا بان ماشي حقنا، ماشي ديالنا، حنا عطاوه لينا ماشي ديالنا، عطاه من لا يملك لمن لا يستحق. هو هذا الواقع. وإلا الدول الاخرين ما طالبوش فالمغرب من حقه يطالب، باقي المغرب كيطالب. المغرب عمره ما تنازل على ارضه، وعليها كانت الحرب ديال 63. باش نذكرهم بان حرب 63 كانت على هذه، واخا هما اللي خلقوا الحرب لان المغرب طالبهم باراضيه. وهذا هو الواقع، بلا ما نبقاو نزيفوا الحقائق ولا ردوها بشي شكل من الاشكال. هو الواقع هو هذا، والتاريخ هو هذا، والاراضي اراضي مغربيه، والناس باقيين محتفظين بالاوراق ديال اجدادهم مغاربه. ناقشوا الصحراء الشرقيه.